ما ينبغي يجهل الصغار هذا الحديث، ما ينبغي أن يجهل الصغار صغار أبناء المسلمين هذا الحديث. وهذا واجب الآباء، واجب الأمهات، واجب المعلمين والمربين أن يعلموا أبنائهم هذا الحديث. وأسفا يقول على من الجهل بهذا الحديث وقلة التفهم له. يعلم الصغير هذا الحديث ويفهم أيضا ما دل عليه من معاني وهدايات، من معاني وهدايات. نعم. حديث احفظ الله يحفظك. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي.